تم توقيف الفنان جيمس واسمه الحقيقي كونفيد جون يوم الأربعاء فور وصوله إلى مطار باريس، حيث تم وضعه تحت الحراسة النظرية في إطار قضية تتعلق بغسل الأموال ضمن شبكة منظمة. ويبلغ الفنان من العمر 39 سنة، ويخضع للاستجواب بأمر من قضاة تحقيق ضمن تحقيق تشرف عليه هيئة متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة. ولم يدل محاميه بأي تصريح حتى الآن. ووفق مصادر قريبة من الملف، فقد تم توقيفه مباشرة بعد نزوله من الطائرة في مطار شارل دي بول بباريس من طرف مصالح الجمارك القضائية قبل نقله إلى مقر التحقيق. تشير التحقيقات إلى وجود شبكة دولية معقدة لغسل الأموال تعتمد على إنشاء شركات في عدة دول بهدف التهرب من الضرائب وإصدار فواتير مزورة وإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. وقد تم بالفعل الاشتباه في تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية، بينهم عناصر سبق أن ارتبطوا بتجارة المخدرات. كما يركز التحقيق على مشروع عقاري فاخر في مدينة مراكش المغربية يعرف باسم سونست فيلاج، والذي يضم أكثر من 100 فيلا فاخرة مع مرافق راقية مثل مسابح وملاعب رياضية ومنتجع صحي. وكان هذا المشروع قد أطلق سنة 2025 بحضور الفنان نفسه بهدف توسيع نشاطه في مجال العقارات. ورغم هذه القضية، يظل جيمس واحدا من أنجح الفنانين في الساحة الموسيقية الفرنكوفونية، حيث حقق نجاحات كبيرة بأغانيه الشهيرة. كما حصل على جائزة أفضل فنان لعام 2025. ولا تزال جولته الفنية مستمرة، حيث من المقرر أن يحيي حفلات عديدة في فرنسا خلال الأشهر المقبلة، وصولا إلى حفل كبير في ملعب مارسيليا سنة 2027.